السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين. معكم مشاهدة قناتي. لو عجبكم الفيديو اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. طبعا يا جماعة اتكلمت معاي كتير في إن أنا بقول الصلاة على الرسول سريع، فأنا والله بحس بروحي بحاول أهدي شوية، لكن بلقى روحي تلقائيا أنا يعني اتكلم سريع. فإن شاء الله شوية شوية بنصلح بدعمكم وتنبيهاتكم لي بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. اليوم عاوزة أسوي لكم غسيل يا جماعة، غسيل الجلابية والتوب السوداني. تخيلوا والله أنا عجباني أغنية وردي. فقلت ده أنزله، لكن يعني احتراما لبعض الناس يعني قالوا ما عايزين نسمع موسيقى. فهي بتقول يعني جلابية وتوب يا بلدي يا حبوب، جميلة خالص يا جماعة. بحسبها بتوصف اللبس السوداني بكل تفاصيله يا جماعة، جميلة خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. طبعا يا جماعة الجلابية دي دايرة لها كده غسيل بمزاج وبرقع، يعني شغل الغسالة ده ينفع في الغسالة في الجلابية يا جماعة. ممكن تغسل بالغسالة، لكن برضو الجلابية بتحتاج طش. يعني من البداية يكسر الموضوع والشغل بالطش. انت تشتغلها كيف؟ طبعا يا جماعة انا الجلابية دي يعني مما يعني الحمد لله كده بقينا يعني نعتمد على روحنا ونقدر نغسل كده. فكانت الجلاليب حقاتي انا، يعني انا بغسل لابوي الجلاليب، واختي الثانيه دي العافيه تسهل لها اموره ان شاء الله. هي بتمسك يعني الثياب بتاعت امي، بتغسل، مسؤوله من ملابس امي وانا مسؤوله من ملابس ابوي. يعني من البدايه يعني انا حريفه يا جماعه كله. ما في يعني ما تواضع رفع الله يا جماعه. طيب انا كنت شنو بغسل الجلابيه. اول ما اجي بغسلها بديها الوش اول حاجه بمصمصه من التراب والحاجات دي عشان الصابون يرغي معي كويس. بغسل الاطراف، اليدين والرجلين تحت، حته الرجلين. وبطلع الجيوب لازم، لانه الجلابيه يا جماعه بيضاء، كل ما دخلت فيها حاجه قروش ورقه وحاجه بتخلي حاجه جوا بتعمل خط في الجلابيه. فلازم تطلعي يعني تطلع الجيوب كلهم والرقبة والجيب بتاع الساعة، يعني بكل التفاصيل دي انت لازم كله خط في الجلابية انت تشتغل فيها كده. وما شاء الله بتطلع جلابية نظيفة من غير أي غلطة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. يا جماعة شوفوا الجلابية كيف ما شاء الله تبارك الله، جميلة خالص، نظيفة وظريفة، يعني ما فيها حاجة. فتاني خلاص استنيت نشفت، فجبت المكوية معنا الجلابية. بس اشتغلت الفيديو ده جلابية وتوب بس. من الصباح قمت غسلتها الجلابية، فالتوب كان عندي مغسل يعني ما. طبعا يا جماعة شايفين الزهرة يعني يا جماعة هي بتشوفوه لون حاسين بيه انه لونه قامت شوية. لا الزهرة انت بتديها شوية درجة من انك تشريها، لان عندنا الشمس حارة يا جماعة، الشمس بتشيل جزء من الزهرة. فانتوا لما انا اكويها ان شاء الله شوفوها معي وبتشوفوا اللون نقص يعني. فكان يعني من الحكايات اللي انا في جلابية. طبعا جانا خالنا فهو ساكن برا، فقام غسلت له الجلابية. غسلت له الجلابية لقاني يعني قال لي ما تظهر لي جلابيتي. قلت له انا ظهرتها طبعا بالنسبة لي، يعني ما تظهر الجلابية لانها ما بتحتاج يا جماعة. قول لي ليه؟ نزلتها طبعا وغسلتها تاني وشريتها. قول لي ليه ما بتحتاج؟ لانها ما في غبار، يعني ما غبار. الجلابيه هنا بيضاء، ونحن هنا يعني الزول اللي بيجي ماشي للشغل يعني حايم في الحله كده، يعني الظروف بتاعت اللي هنا لازم تتعرض للغبار. فالناس برا يعني شويه كده الاتربه دي ما في، الشوارع بتكون نظيفه يعني ما فيها تراب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين. طبعا يا جماعه ادوني رايكم في التعليقات الجلابيه كيف مكوتها. فالتوب كان يا جماعه توب بتاع حزاز بتاع بيت عادي. في التوب قالت منه واحده ما في داعي لذكرها، قالت التوب لو ما 4.5 متر، يعني 4.5 ما توب يعني بيكون يا جماعة قصير. يعني دي للناس الطوال يا جماعة، الحركة دي للناس الطوال، غير 4.5 ما تلبس.
لانه حيكون متعبك شديد خالص، ما بتلبس للناس الطوال. فاما الناس اللي يعني مربوعين ديل 4 توبنا 4 عادي، لكن الناس الطوال مريح ليه 4 ونص. انا توبي ده يا جماعة 4 ونص، يعني استنتج ان انا طويلة يعني. 4 ونص. ف4 ونص يا جماعة ما بتلاقي بيساهل، يعني انت بتمشي يعني عادة التوب السوداني 4 ونص ده انت بتمشي يا قطي يا تلقاه كده بالصدفة 4 ونص. يعني انا مرة لاقاني توب يا جماعة بيجي، هو اللون ما عجبني، يعني بيجي بألوان كده مهم، الألوان ما عجبتني، بيجي ملخبط فيها وردي وش ما أعرف حاجة جايطة كده. فقال لي 4 ونص، بس اشتريته يا جماعة عشان 4 ونص، ما في 4 ونص لأنه متعب جدا. أو هناك يعني في مدرمان ما شاء الله يعني بتمشي الناس القطع يعني بتقطع عادي. فيعني في برضو ما شاء الله لقيتني مرة دكتورة لابسة توب توتال يا جماعة، توتال وقاضعة شنو، قاضعة من التوب قطع، هو سويسري لابسة قاطعة من اللفة بتاعتها، قاطعة طرحة مثلثة رهيبة. طبعا عجبتني الفكرة، فما ذكرت ان انا نفذتها يا جماعة، عجبتني بس حاولت يعني حبيت يعني اوريكم الفكرة رهيبة جدا. هي قاطعة التوب وعاملة طرحة من نفس التوب، يعني مش تخيط التوب وكفلات طرحة عاملة مثلث رهيبة، والله عجبتني جدا. فالمشغوليات يا جماعة والله، بس أنا كان في بالي فنسيت، بس إذا جبنا ذكرى ثياب وكده تذكرت قصتي. لكن جميل خالص، وإن شاء الله نرجع لبلدنا وبلدنا يرجع أحسن من الأول بإذن الله، وأمشي أشوف التوب مع الطرحة يا جماعة. فكرة هي موجودة إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. يا جماعة ما تنسونا من أخدكم، ما تنسوا أخدكم من اللايك، لأنه اللايك بيرفع من مستوى الفيديو وخليه يصل لنا لأكبر عدد من المشاهدين. تسلموا كتير على دعمكم لنا والتعليقات الحلوة اللي بنسمعها منكم، مشكورين كتير والله بجد. ففي تعليقات يعني انت بتلقاك في مود مبالغة يعني، فتقرا التعليق وتقول بكل هم ونشاط والله ما شاء الله تبارك الله، يعني في تعليقات بتغير النمط بتاعك خالص، مشكورين كتير. هنا نحن طبعا يا جماعة في الونسة، تخيلوا أنا كملت الكتاب وأنا شغالة أتونس، فبعين كده يعني بعيد ما شايف الفيديو. فكملنا التوب وجينا لمكوة الجلابية. مكوة الجلابية كيف؟ مكوة الجلابية في واحدة من التعليقات قالت لي، هي اللي ادتني فكرة ان انا اعمل لها الفيديو بتاع الجلابية، قالت لي انا ما بعرف الجلابية وهو كيف. انت الجلابية تفرديها في السرير او في الفرشة بتاعتك او الترابيزة، انت بتفرديها وتكويها كلها، يعني كل الجلابية انت بتكويها بورا يعني ما من قدام، كلها طراريحية. بعد تطرح كلها بتمسك اليد ممكن تطبق، انا بطبقها كده يا جماعة ما بتحتاج معي مكوى. بجيب اليد بطرحها من يعني من ورا، طرحتها طبقتها النص كويتها وبرضو قلبتها بغدي كويتة كده، اليد بتكون خالصة معايا يا جماعة، ما بتحتاج معاي تاني شنو، ما بتحتاج معاي اني اكوي اليد. لما اجي اكوي بطبقها عادي في التطبيقة، ما بتحتاج معاي كتير. فيعني هي المكوى بتاعت البخار دي يا جماعة فرق، بجد فرق من المكوى العادية. بتديك يعني السيف بتاعنا يا جماعة، سيف ما سيف الرقبة، يعني عارفين القصة دي. السيف بتاعنا بتاع الجلابية أو التوب بيكون جميل جدا، يعني إذا كان اديك يعني بتديك 10 من 10، دي حتديك فوق لل10 يا جماعة، رهيبة جدا. فأنا والله بجد ما كنت بستخدمها، كنت بستخدم المكوى العادية. فكان أنا طلبت من اسمه شو سيتروس، تخيلي سيتروس ما تهنيت بها يا جماعة. طلبت مكوى جاتني، كان جايبينها لي من السعودية. فما تهنيت بها ولا استخدمتها أصلا، فقاعدة بكرتونتها يعني المشاكل ده حصلت وخلينا بيوتنا. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. ربنا يصلح الحال ويرجع سوداننا أحسن من الأول بإذن الله بإذن الله يا رب. طبعا هنا زي ما شايفين أنا كلمتكم في اليد بتاعت الجلابية يا جماعة، لاحظوا يد الجلابية كده خلاص ما بتحتاج معي حاجة. أنا هنا يد الجلابية تاني بطبقها تطبيق عادي، ما عندي أي حاجة فيها كده. كويتة من بورا، جيت قسمتها النص، قسمتها النص كويتة تاني قلبتها بغادي كويتة كده. اليد ما بتحتاج معي أي شيء كده. خلاص أنا المرحلة الأولى بتاعت الجلابية انتهت. تاني أنا شنو بجيب بفرودة راجعة
وبقوم شنو بديها التطبيقة حقتنا السودانية. فيها ناس يا جماعة التطبيقة دي بيعملوها 4 طبقات، يعني بتصهر معاك تكسيرة كتيرة. فأنا شايفة إنه التكسيرة بتاعت ال3 دي حلوة جدا يعني. فأنا بعرف يعني بعرف إنه في واحدة قاعد تكويها كده، قلت لها لأ كده أحلى، ما عارفة، ما هو أذواق يا جماعة، صح؟ يلا أنا هنا لما قسمت الجلابية عشان أكويها، الخياطة اللي قدام دي بعمل بأصابعيني ال4 لو لاحظتوا، شايفين؟ أنا باخد يدي كده ال4 أصابع، بقيس بيها المسافة لغاية الرقبة كده، بتديني الجلابية يا جماعة على مستوى واحد، خط بكون واحد. فانتوا بتشوفوه بتشاهدوه إن شاء الله بعد شوية. باخد يدي وامشي كده كل بنفس المستوى اصابعين ال4 دي. طبعا يا جماعه حسب الدين انت الطبقه. ايوه شايفينها انا عملتها كده لغايه النهايه. فكده بعدين بتديني خط عمود، يعني ما بكون ماشي كده شويه وداخل كده شويه. فلما لما افرها معاكم نفسي حتشوفوها ان شاء الله جميله خالص يعني. وتدوني رايكم يا جماعه، رايكم ان انا معلمه في المكوة الجلابيه ولا ما معلمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. يا جماعة في واحدة من التعليقات فقامت قالت لي أنا اتكلمت عن الشروط بتاعت اليوتيوب وأنا خايفة إن الشروط قبل ما تتحقق والسنة دي المهم. فقامت واحدة قالت لي وريني الشروط بتاعتكم شنو بتاعت اليوتيوب دايرينها منك. الشروط بتاعت اليوتيوب عندنا 1000 مشترك، 4000 ساعة، 4000 ساعة مشاهدة، وعندنا 10 مليون مشاهدات بتاعت فيديوهات صغيرة. فالمهم انك تكون عندك شنو المشتركين 1000 مشترك، او تكون حققت واحد من الشروط الاثنين، 10 مليون مشاهدة فيديوهات صغيرة، او 4000 ساعة من الفيديوهات يعني اللي انا شغالة بها دي عادي. فانا والله الفيديوهات الصغيرة يا جماعة ما شغالة بها كتير. ففي بداية الغناء عملت 2 أو 3 لما جيت اعمل الغناء. فلكن يعني معتمدة على اسمه شو، على الفيديوهات اللي أنا برسلها إن شاء الله تحقق لي الشروط. وقبل السنة بإذن الله بدعمكم بجد والله مشكورين كتير. إن شاء الله نحصل 4000 ساعة. ومشكورين كتير على الكومنتات الحلوة. برحب بالمشتركين الجدد يا جماعة. والله الترحيب ده مفروض أقول لكم في بداية الفيديو، لكن بجد يعني أنا الأغنية بتاعت وردة دي عجباني شديد وكنت متمنية أنزلها. بس أنا يعني انتوا يهمني رضاكم، يعني انتوا ما عاوزينها. فاللي بيحب يعني يسمع يا جماعة اسمعوها بجد رهيبة جدا. فأنا ما حبيت أغلط على الناس يا جماعة. كده الجلابية بتاعتنا انتهت زي ما شايفين وما شاء الله. يعني السيف زي ما هو يعني على عشان شنو انا سويت باصابعيني على خط واحد. انا قستها بالاصابع وكانت جميلة خالص. فبتمنى الاخت اللي طلبت مني الفيديو بتاع مكوة الجلابية، اتمنى ان اكون انا فدتها. واكتبي لي في التعليقات يعني لو انت حسيتي بانه انا فدتك، اكتبي لي في التعليقات قولي لي ما شاء الله انا استفدت كتير من المكوى. يعني لما زول يقول لك انا استفدت من الفكره او من المكوى يا جماعه بتكون مبسوط كتير جدا. فهنا يعني الجلابيه انا ما حبيت انزل التوب الجلابيه براها، عملت معاها التوب. برضو التوب نحن عندنا يا جماعه من الضروري الخط اللي في النص ده، شايفينه السيف ده. كده الفيديو انتهى، بقول لكم مع السلامه في فيديو اخر.